السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ احوالكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. معكم حنان من قناه جمالك مع حنان. الا كنتي اول مره كتقومي بزياره القناه كنتمنى انك تدعميني وتخلي لي اشتراك باش توصلي بجديد القناه. اليوم البنات جيت لكم فيديو جديده، ماشي وصفه وانما نصائح في زياده الوزن. غنعطيكم نصائح او اخطاء كنديروها. هاد الاخطاء ما كتخليناش نزيدو في الوزن، وكذلك بعض الحوايج اللي كيكونوا عائق في اننا نزيدو في الوزن ديالنا ونغلاضو. اول حاجه واول اول مشكل اللي كيخلينا ما نزيدوش في الوزن ديالنا واخا ناكلو اللي كلينا هو البنات العصبيه. الا كنتي معصبه ومستريسي وعندك مشاكل وعندك شي حوايج كتفكر فيهم، ما كتنعسيش بالليل مزيان، كتبقاي سهرانه تفكري في مشكل مبرزطك، اكيد غتسد لك الشهيه. واكيد ملي غادا تسد لك الشهيه ما غادياش تزيدي في الوزن. عن تجربه شخصيه فدزت بواحد الحمد لله المهم دزت بواحد المرحله صعيبه بزاف في قبل ما نولد، فعانيت من واحد المشكل كان عندي بخصوص الولاده. ان شاء الله شي نهار نحطو لكم في القناه باش نتوما تستافدوا معايا. هذاك المشكله الناس ما نقولش لكم زعما اثر فيا بزاف وضعفني بزاف لدرجه انني نقدر مثلا نفطر ما نتغداش ونبقى حتى العشيه وعاد باش ناكل لهاد الدرجه. زعما علاش قلت لكم؟ والحمد لله بفضل الله تحل هذاك المشكل، وانما انا حتى جبتها في صحتي عاد باش تحل. علاش انا البنات نصحتكم دابا الا كان عندكم اي مشكل دائما توكل على الله ونبسطوا وما نبركش نربع ايدي، نحاول نقلب ليه على الحلول. اكيد ربي غيدير فيها شي حل حيت كيقول لك ربي جري عبدي وانا نعاونك. الا جريتي على هذاك المشكل اللي عندك غادي يتحلك. هذه اول حاجه كتدير لنا عائق في اننا نزيدو في الوزن. ثاني حاجه البنات هي الشرب وسط الماكله. معمركم تشربوا وانتم كتاكلوا، حيت دغيا كتسد لكم الشهيه. وجربوها اللي كنتو تاكلوا وشربتوا الماء صافي دغيا كتشبعوا، كتحسوا راسكم شبعتوا. وحنا ما خاصناش هاد القضيه، ما كيخصناش نحسوا اننا شبعنا، بالعكس خاصنا نبقاو ناكلوا ونزيدوا في الماكله كثر حتى نحسوا بالاشباع ونحسوا صافي باللي البطن ديالنا انتهى الاسم غادا تطرطق ما عندناش فين نزيدوا. البنات كلوا مزيان، كلوا حتى تحسوا انكم صافي مبقاش عندكم فين غادي نزيدوا مازال شي حاجه اخرى. ديك الساعه حبسوا باش هكذا تزيدوا في الوزن. ثالث حاجه البنات واللي هي مهمه هي انكم تشوفوا واش عندكم شي مرض، واش عندكم شي عائق ما كيخليكمش تزيدوا في الوزن ودائما داير لكم مشكل. من بين هاد العائق او هاد المرض اللي يقدر يكون عندكم او اللي كيخلي لنا اننا ما نزيدوش في الوزن هو فقر الدم. البنات اذا كان عندك فقر الدم هو ضمور زعما كتقل لنا الكريات الحمراء في الدم. اذا كان عندكم هذا المشكل ما كيخليكمش تزيدوا في الوزن. كذلك اذا كان عندكم مشكل ديال الديدان في البطن، ولا كان عندكم مشكل ديال القيلول العصبي، هاد ثلاثه المشاكل ما غاديش يخلوك تزيدي في الوزن نهائيا، فعالجيهم قبل ما تبداي تزيدي في الوزن ديالك. ثالث حاجه او غنبدا بالتتابع، ما بقيتش عاقله اين رقم وصلت. المهم البنات حاجه اخرى ثانيه غنقولها لكم الا وهي شنو قلنا؟ ما تشربوش وسط تاكلوا وسط الوجبات. وسط الوجبات تاكلوا، مثلا تاكلي وسط الفطور، فطرتي تاكلي، تعشي تغديتي مورا الغدا نزيد واحد شويه ناكل، قبل ما نتعشى. المهم هاك دائما الوجبات تاكلوا بين الوجبات. كيغلط بزاف الا كليتو بين الوجبات، ما تبقاوش مركزين غير على فطور وغداء وعشاء. الفطور خاصو يكون غني بالبروتين، غني بالمغنيسيوم كالسيوم الدهنيات، وبين الوجبات تكون غنيه حتى هي سوائل يا عصير بشي حاجه اللي غنيه بالفيتامينات. كذلك في الغداء يكون حتى هو مركز. للعشاء يعني كلوا مزيان لي فيتامين، ماشي داك الاكل العادي نفطر بخبز واتاي ونتغدى لا، ما غادي يدير معك والو اكيد، حيت خاصك تاكلي كما قلت لكم. هادشي اللي كاين البنات. شنو ثاني نصائح ديال شنو زعما انا سنعطيكم داكشي اللي انا كنت كندير باش هكذا، باش ما بغيتش نمشي لعمي جوجل ونجيب ونبدا نقرا لا، فبديت كنقول لكم هذاك الشيء اللي انا كندير لي عائق. كولي بين الوجبات غادي زعما تحسي بواحد طاقه زوينه. حاجه اخرى البنات هي سبور. يا سلام الا درتو سبور البنات،
سبور كتنقصي فيها السعرات الحراريه، ولكن او ميم طون الا خدمتي الا درتي الرياضه راه كتزيدي في الوزن بواحد الطريقه اخرى، وكتغلاضي بصح وكتغلاضي على صحيحتك. حاجه اخرى البنات، الا خديتو شي وصفه من القناه، خذوا شي 3 ولا 4 الوصفات في القناه وركزوا عليهم، ما نديرهمش غير سيمانه ولا 2 سيمانات، نهار نهار لا ونقطع، لا ركزوا عليهم البنات وتبعوهم شهر شهرين عاد باش ديك الساعه تقولي راه ما عطاتنيش النتيجه، حيت هي طبيعيه. حاجه اخرى ونصيحه اخرى اللي غنعطيكم هي ما تمشيوش ديروا ادويه ديال الضيقه، وما ديروش الادويه ديال الحساسيه، حيت غادي تخرجوا على راسكم، حيت غادي تغلاضوا وغادي تغلاضوا. ولكن ملي غتقطعوهم غادي نتفشوا، ولا بقيتو وملي كتكوني كتشربي داك الدواء ديال المهم ديال الغل السريع، ملي كتبغي مثلا تقطعيه وتبداي ديري شي وصفات اخرين طبيعيين ما كيبقاوش يعطوك نتيجه، ما غاديش يعطوك نتيجه نهائيا. يعني خاصك الا بديتيه كتدخلي في واحد الدوامه، بحال واحد البنت قالت لي، البنات قالت لي انا كنديرو على هذاك اوغاديكسون، قالت لي انا كنديرو وغلظني، وقالت لي انا حسيت براسي دخلت في واحد الطريق لا رجعه منها. تصوروا معايا البنات، يعني شي واحد عارف راسو كياكل السم وقالت لي انا دخلت في واحد الطريق لا رجعه منها، ما يمكنش ليا نقطعو، الا قطعته كي غادي نولي. يعني شوفوا البنت كيفاش ولات كتفكر، زعما انا بقات فيا حيت شنو راه كنقول مع راسي راها كتاكل السم وعارفه راسها كتاكل شي حاجه ماشي هي هذيك، ولكن هي ما قادراش تحبس. قالت لي انا ما قادراش نقطعو هذا ديال الدقيقه اللي كتشرب، انا ما قادراش نقطعو، الا قطعته غادي نتفش. وهي غلاضها بصح نسبيا، وبدات يعطيها الاعراض، بداو كيضروها زعما كذا، بداو الاعراض ديالو السخفه النهجه تيضرها قلبها، ولكن في جميع الحالات ما بغياش تقطعو. هادشي علاش الناس قلت لكم ما تبداوش بالاول، حيت غتدخلوا في واحد المتاهات لا رجعه منها، يقدر يمرضكم، يقدر يدير لكم الله يستر شي حوايج، وانا ما نبغيكمش تحبوا فهادشي، تادوا ليا اكيد ديروا غير طبيعي، بارك علينا الطبيعي، سبحان الله ربي عطينا في الطبيعه شلا حوايج زوينين، خاصنا غير حنايا نقدروهم ونعرفوا بقيمتهم. كذلك البنات غادي نعطيكم ادويه من الصيدليه ولكن طبيعيين، فواتح شهيه ان شاء الله غندير فيديو على فواتح شهيه طبيعيين، اما هادشي الاخر لا ما نهضروش عليه، ما نقيسوش، زعما الله يسمح لشي. كاينين شي ناس، كاينين شي قنوات كيروجوا لهاد الفيديو، زعما لهاد الادويه كيبقاو يعطيو وصفات، بزاف الوصفات من الصيدليه ديال زياده الوزن. الله يسمح ليهم، علاش؟ حيت فاش نروج انا لشي حاجه عارفاها انها غضر الناس، اذا انا راني ما مزياناش من الداخل ديالي، زعما قلبي ما صافيش. اما فاش نعطي الناس وصفه طبيعيه وغنقول هاد الوصفه مستحيل غادا تضرهم، مستحيل غادي تنفعهم، وحتى الا ما نفعتهمش ما غادياش تضرهم. اما نعطي الناس وصفه، طب الدواء مثلا ديال الضيقه مع الدواء ديال الحساسيه ونخلطهم وطاطا وجلط ونقول لهم هاكو خذوا وشربيه انت نيت. فهمتوا البنات؟ يعني غير هاد النقطه بغيت نهضر عليها. الله يرضي عليكم حبيباتي، ما ديروش الادويه، بقاو مع جمالك مع حنان، غنبقى معكم بالوصفات الطبيعيه ديال زياده الوزن حتى تغلظوا ان شاء الله. وكلكم تصيفطوا لي ميساج تقولوا لي راه حنا زدنا في الوزن ديالنا، راه حنا غلاضينا. شكرا حنان، ونفرح معكم حتى انا. المهم هادو هما النصائح اللي قلت لكم البنات دابا، كنتمنى انهم يفيدوكم، ولا عندكم اي سؤال خلوا لي في التعليق. وبسلامه البنات، تلاقوا فيديو قادم ان شاء الله.